قصدك. انا هسه رايح العم من ناحيه بغداد لحد ما تخلص هاي مشاكلكم كلها. أما الآن فإلى كواليس مسلسل عراقي جديد يصور في الريف، ويؤدي أدواره عدد كبير من الممثلين العراقيين المرموقين. تمشون ورا حكي وحده ويا ريتها عاقله، لا مسودنه، واللي يمشي ورا حكي المسودنه ترى هو هم مسودن. المسلسل بعنوان السركال، وهو من تأليف آياد العنبكي وإخراج صاحب بزون ومن إنتاج شركة عين الطائر. شخصيتي في هذا العمل هي شخصية يونس بن شيخ راضي. يونس اللي رافض كل الأخطاء اللي تصير أمامه، كل التصرفات الغير صحيحة اللي ما تقبل بها لا الأعراف ولا القواعد ولا العشائر، ولا يعني اكو تصرفات تصير كثيرة بالمجتمع مرفوضة، وللأسف تلاحظ أنه اكو كبار بالعمر يتصرفوها. فيونس هاي الشخصية الإيجابية ترفض هذا اللي دا يصير السلبيات بالمجتمع كلها، فينتقل من الريف إلى المدينة. أيضا يواجه هناك صعوبة لأنه يعني بالمدينة ما راح تكون الأمور كلها صحيح، أيضا هناك أخطاء وراح يظل يعاني من عندها. يستطيع معالجة مثلا خطأين كذا، فهو خطأ إيجابي جدا. يونس بن شيخ راضي مثل ما قلت لحضرتك، والدته زهرة بالشخصية، طبعا شيخ راضي يأديها الأستاذ الكبير الفنان مازن محمد مصطفى، ووالدتي تطلع زهرة هي أيضا والدتي إن شاء الله الأستاذة أنعام الربيعي. أنعام الربيعي أستاذة كبيرة وأيضا لها خط مؤثر جدا بالعمل وخط رئيسي جدا بالعمل، هي ركيزة أحد ركائز مسلسل السركال. رحمة الله على والديك، مني ايش مغتاظة. مازن محمد مصطفى الذي يؤدي دور الشيخ راضي حدثنا عن دوره المعقد وشخصيته التي لها أكثر من وجه. الشيخ راضي شخصية يعني تنظر إلى المستقبل، يعني بطغيان عالي، يعني عين على الحصول على المشيخة، عين الوقوف في وجه الشيخ اللي قبل الشيخ راضي اللي هو شيخ ياسين، عين البحث في هذه المشاكل والانتقام من الناس اللي أخذوا من بيتهم مشيخة العشيرة يعني. فبعد أن يموت شيخ ياسين ترجع المشيخة للشيخ راضي، رغم أنوف الكل شخصية متسلطة قوية، و يعني يتلاعب بمقدرات الآخرين، يخطط بمكائد كبيرة. الحقيقة أجسد به شخصية عيدان، هذه الشخصية اللي تتنوع وتتقلب إلى حد ما، خصوصا بعد ما زوجة الشيخ بعد ما يقتل الشيخ تنصب الشيخ هو الآخر، يبدي منافساته مع راضي اللي جسد شخصيتها الأخ مازن محمد مصطفى، وبها أكثر من جانب. الحقيقة أنا حبيت الشخصية، ربما أنا حتى يعني اختاريتها إلى حد ما بالاتفاق مع المخرج، لأنهم بعد ما قرأت النص كنت انطوني غيرها، ولكن من قرأتها أنا حبيت هاي الشخصية لأن بها تقلب الشخصية، بها الشخصية ما تأخذ تون واحد بحياتها. مخرج العمل هو نفسه منتجه، وقد حدثنا عن ظروف العمل الإنتاجية والصعوبات التي يواجهها فريق المسلسل. اتفقنا مجموعة الفنانين والفنيين المحترمين اللي لهم همة ونشاط انه نعمل عمل بلا اجور بالمناسبة، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفعلا استجاب الفنانين واكثر الفنانين، يعني اتوقع حتى يجيب اللفة وياه ويجيب لك وياه، لان نعمل بلا ميزانية لكسر هذا الحصار الخانق، الحصار الذي فرضه علينا السياسي والحكومي، من اجل ان لا تصل حقيقة الشعب والمجتمع، فقط الفنان الذي يوصل لها. ودعناك الله يا يونس. هو يا مكانك هنا ببيتك او يم ابوك. اي ابوي اي يا مكانك هنا ببيتك، ودعناك الله يا